الصورة اللي قدامك دي من التحقيقات مع بنت ما كملتش 15 سنة، اسمها جينيفر بان. نهايتها من كتر ما هي صادمة ومش منطقية اتكتبت عنها مقالات في كل الصحف العالمية. ليلة 8 نوفمبر 2010 الشرطة في كندا استقبلت مكالمة من بنت صوتها بيتقطع ومنهارة. الضابط ما فهمش منها غير عنوان البيت. تحركت قوة للعنوان ودخلوا يشوفوا واحد من أبشع المشاهد اللي شافوها في حياتهم. البداية كانت مع عيلة فيتنامية بسيطة اسمها عيلة بان، أب وأم، ابن كبير اسمه فيليكس، والبنت الصغيرة جينيفر. الأب سافر بكله لكندا علشان يعلم أولاده يعيشوا حياة أحسن. اشتغل في مصنع تجميع عربيات، وفيليكس دخل كلية هندسة. أما جينيفر فكانت المثالية، متفوقة، من الأوائل، بتعزف بيانو، ومتألقة في التزحلق على الجليد. الحياة كانت مستقرة لحد الليلة المشؤومة. الساعة 11 بالليل الأب والأم نايمين، وجينيفر في أوضتها، وفيليكس في سكن الجامعة. فجأة الأب والأم يصحوا على راجل مقنع فوق راسهم ومعاه اتنين، موجهين المسدسات ليهم وبيطلبوا منهم يقوموا بهدوء. خدوهم بره الأوضة وسألوا عن الفلوس. الأب والأم بيعيطوا ويقولوا مفيش فلوس في البيت، الفلوس في البنك. جينيفر سمعت دوشة وخرجت. واحد مسكها وربط إيديها وكتفها في ترابزين السلم. العصابة ما لقتش حاجة فخلت الأب والأم يبصوا للحيطة وضربوهم بالنار وهربوا. الشرطة وصلت، لقوا الأم ميتة في الأرض والأب غرقان في دمه لكن لسه في نبض. جينيفر مربوطة وبتنهار. خدوها القسم، حكت نفس الرواية اللي قالتها، لكن المحققين بدأوا يشكوا لأنها بتمثل إنها منهارة، ورصدوا إنها وقت جنازة أمها كانت مبتسمة. الشك زاد، وهنا حصلت المعجزة. الأب فاق. الشرطة جريت تستجوبه. قال لهم الحقيقة المدمرة، اللي عمل كده هي جينيفر. البنت نفسها، نرجع للخلف. الأب كان فاكرها طالبة مثالية لكن اكتشف إنها كانت بتجيب أسوأ الدرجات وبتزور شهاداتها وبتضحك عليهم، لحد ما زورت كمان شهادة قبول جامعة، وكل ده بمساعدة الولد اللي بتحبه. الأب واجهها وادها اختيارين: يا تسيب البيت وتعيش مع حبيبها، يا إما تلتزم وتصلح غلطها. قالت إنها هتتغير لكن جواها كان فيه غضب كبير. الأب فرض عليها رقابة شديدة وهي الظاهر موافقة، لكن الحقيقة إنها كانت بتخطط. هي وحبيبها نسقوا مع العصابة وقرروا يخلصوا على أهلها ويظهروا الموضوع سرقة. نفذوا الخطة زي ما حصل، لكن الأب عاش وفضح كل حاجة. الشرطة قبضت عليهم كلهم، اعترفوا، واتحكم عليهم بالسجن المؤبد. ولحد اللحظة دي جينيفر بان قاعدة في زنزانتها في كندا بتقضي حكمها.